صباح الفل يا شباب، يا رب تكونوا بخير. النهارده ميعادنا مع الحل على سلسله نقل الالكترون، وناخد مع بعض التنفس اللاهوائي ونختم الدرس الاول تنفس. يلا يا شباب نروح نشوف ايه الافكار. كيف تتم اكسده الجلوكوز في التنفس الخلوي الهوائي؟ الاكسده هنا بالاكسجين ولا بفقد الالكترون؟ لا طبعا بفقد الالكترون، عشان كده الاجابه الوحيده اللي ممكن تنفع تختارها هنا بفقد الجلوكوز الالكترونات. اي مما يلي يحدث في حاله وجود او غياب الاكسجين في الخليه. انشطار الجلوكوز كده كده بيتم، لكن تحول البيروفيك لاسيتايل والستريك والفوسفوره التاكسديه كل ده لازم يكون فيه اكسجين. جزيئات الاي تي بي الناتجه بصوره غير مباشره من بيروفيك. تعملها ازاي؟ من بيروفيك جبت اسيتايل. يعني ايه يا دكتور تنفس لاهوائي؟ افرض دلوقتي انا عندي اكسجين بتنفس بكفاءة، هيحصل تنفس هوائي وتحرر الطاقة اللي في المرافقات الإنزيمية. تمام. طب افرض ما عنديش، طب هو امتى ممكن ما يبقاش عندك؟ وانت بتعمل مجهود عنيف، يا اما تخمر حمضي لان هيتكون حمض اللاكتيك، يا اما تخمر كحولي لان اللي هيتكون كحول ايثيلي. وده زي ما بنتكلم على حسب نوع الخليه. نبتدي بالحمضي اللي بيحصل فينا احنا كبني ادمين بيحصل فينا كده، كما في الخلايا الحيوانيه خاصه العضلات والبكتيريا والكلام ده كله. البيروفيك ده ياخد الاتشات اللي في الناد اتش والالكترونات اللي في الناد اتش ويتقلب من بيروفيك سي 3 اتش 4 او 3 الى لاكتيك سي 3 اتش 6 او 3. جت منين الاتشتين دول اللي كانوا في الناد؟ طب جبنا منين الالكترونات اللي كانت في الناد؟ يبقى في حاله ان عندي نقص في الاكسجين وانت بتعمل تنفس لا كده عمال انت بتعمل تدريبات عضلاتك مش ملاحقه على الاكسجين اللي انت عايزه. قالت اعمل ايه دلوقتي؟ انا عايزه طاقه، امال انقبض وانبسط ازاي؟ انا لسه هستنى الاكسجين لما يجي لي، انا اعمل تنفس لاهوائي. طب في الحاله دي اتكون حمض اللاكتيك. حمض اللاكتيك ده لزج. حمض اللاكتيك ده بيتميز باللزوجه. اللزوجه بتاعته بتخلي العضله تتقل، فتحس ان كأن فيها رمل من جوه، فانت مش عارف ترفعها لفوق. بتحس بامتى الكلام دوت؟ بعد المجهود العضلي، بعد ما تخلص التمرينات الرياضيه، بعد ما تطلع السلم، بعد المشوار الطويل بتاعك. اي مما يلي يلزم لامداد العضله بكميه كافيه لازاله الاجهاد العضلي الاكسجين. حاجات كده عشان نعرف ازاي برضو التنفس اللاهوائي بيتم. قال لك ايه؟ احنا نجيب الحته ديت عسل اسود، ميه بسكر، ونحط عليهم خميره. تمام؟ هنعمل كحول في البيت ونقفل عليه ونحط هنا حته انبوبه كده ونسيبه. في الحاله دي الخميره هتعمل تنفس هوائي ولا لا هوائي؟ لا هوائي، ما انت قافل. هنسيب الناحيه الثانيه دي كده مفتوحه ونوصلها في ماء جير عادي رائق ونسيبه شويه. لما نسيب المكان ده في مكان دافي عده ساعات اللي هيحصل هتتصاعد فقاعات غازيه تطلع من هنا تلف تروح الناحيه. ونشوف كمان ريحه الكحول. فقاعات الغاز دي فكره فقاعات غاز ايه؟ CO2 ناتجه من التخمر الكحولي ولا الحمض الكحولي. اشوفكم يا رب دايما متفوقين ودايما رافعين راسنا دايما، ويا رب تبقى سنه بالنسبه لنا كلنا ان شاء الله سنه سعيده، السنه الجديده، ونخلص فيها خالص من يا عم دوره كريبس والتنفس والحاجات دي كلها. دايما متفوق يا دكتور انت، وهي انت كمان يا دكتوره دايما متفوقه. يا رب دايما حلوين. باي باي، سلام.